أكون نفسي ولملم نفسي حتى أخرج المجتمع، أكون عضوا ناجحا فعالا في المجتمع. أما أن أنتقد وأتكلم وفلان لا فاسق وفلان لا يصلح للفقه وفلان، من أنت؟ بين قوسين. وهذا هل ينفع الناس؟ قالوا وسيم يوسف أتى بشباب من السلفيين كشافي العجمي كالخنة كالمطيري، هؤلاء واتهموا من هم الإخوان، هؤلاء تستروا بلباس السلفية وعقولهم نتنة إخوانية. الإخوان المسلمون لا دين لهم. إذا أنت كنت صاحب حق بين الحق دون الجرح. بمعنى أنا والله يوجد شيخ قال كلمة هي ليست على حق، أبين أقول بدون ذكر اسمه، يقول أقول هذه الكلمة لا تصلح. للشاب الطائش حجاج العجمي كاتب الأوكرانيون أدركوا أن الحقوق تنزع ولا تطلب، فاللهم ارزقنا ما رزقهم. أقول له طبعا أنا سألتزم الأدب، لكن أقول له يا أحمق هذه الكلمة لا تصلح، والأصل كذا وكذا، ما لي وله، هو ربما اجتهد فأخطأ، نسأل الله له الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، نتمنى له الخير، لكن ما أذكر اسمه لأنه سيعاند على الباطل. علم؟ فهكذا أنت الناس تحب الصامت. كذبوا وقالها من كبيرهم الطاغوت الأعظم سيد قطب. أكثر الدعاء الذين وفقوا والله عز وجل قذف في قلوب الناس حبه، أي حب هذا الداعية، هو الذي لا ينشغل بغيره، خلاص ينشغل بدعوة الناس للخير، يقول صلوا صوموا تعلموا. هذا الذي ينشغل بدعوة الناس للخير، الناس تجمع القلوب على حبه. داعية كويتي اسمه جمعان حربش، أنا عذرا أقول أسماء لتعلم سفاهته. أما لو أجلس في برنامج أقول والله فلان كذا وفلان ضال وفلان كذا، هذا يقول من هذا؟ الله عز وجل ينفر الناس من عنده، وجعلوا حسن البنا إماما رغم أنه صوفي محترق، وهو يقول في مذكراته كنت أذهب لقبر الولي فلان وهو صوفي، فجعلوه إماما. واضح؟ لهذا التزم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك وللناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يصنعون كذا، ما بال أقوام قالوا كذا، وانتهى الموضوع. نبيل العوضي لم يتعدى حلمه فقط بثورة مصر، بل تمنى الثورة والفتنة وسفك الدم أن يأتي للكويت، حينما قال المغرب تونس مصر والكويت قريبا وباقي الدول. يحلم نبيل العوضي بفتنة تحدث في الكويت؟ سلام، ما لك وللناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يصنعون كذا، ما بال أقوام قالوا كذا، وانتهى الموضوع. داعية كويتي اسمه حجاج العجمي، تجده مثلا في انستغرام داعي ويبتسم ما عنده مشكلة، وفي تويتر سياسي محنك، وخرج على قناة سعودية قيل له هل عندك بيعة لأمير الكويت؟ قال لا بيعة في عنقي لأحد. فلماذا تحيا فيها؟ إذن أنت لا وفاء لك. والأدهى والأمر كان يدعم داعش من قبل. واضح؟ لهذا يعني أقول لك أخي الحبيب أخي الفاضل، انشغل بنفسك ودعك مما تسمع، فإن الجنة فإن حسناتك هي مفتاح للجنة، فلا تضيع مفتاح الجنة بالخوض في لحم هذا وهذا. والله ما تسوى الدنيا وما فيها أن تقف. تعلم ما المصيبة؟ أعظم مصيبة أن تقف بين يدي الله ويأتي الرجل الذي أنت كنت في الحياة الدنيا تكرهه وتتكلم عليه وتحذر منه، ويأخذ من حسناتك وأنت تنظر، ويدخل الجنة على أكتافك وأنت تنظر، لأنك اغتبته ووقعت به. لو كنت صادقا ادعو له بظهر الغيب، واعلم أن الله عز وجل سيعطيك ما تمنيت لأخيك. واضح؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. ومنهم من يخرج الغيبة بقوالب شتى، تارة في قالب الدين، وهذا ما أكثره، يخرج الغيبة بقالب الدين. يقول ابن تيمية رحمه الله، فيقول هذا الرجل الذي يدعي الدين ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بالخير. هذا وارد، تجلس رجل عليه سمت العلم والصلاح ويقول يا أخي أنا ما عندي عادة أذكر الناس إلا بالخير، لكن فلان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وعد. يقول ابن تيمية يقول عن الذي يدعي الصلاح ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة. هو يتكلم ولا أحب الغيبة، وإنما سأخبركم بأحواله. ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد لكنه فيه كذا وكذا، هذه غيبة. ويقول ابن تيمية
وربما يقول الرجل دعونا منه غفر الله له. غيبة. ربما تقول يا شيخ كيف غيبة؟ لأنه في أسلوب انتقاص. يعني ربما أنت تجلس والله وسيم يوسف فيه يا أخي، وسيم يوسف، أحد يقول يا أخي دعنا منه غفر الله لنا وله. غيبة. هذا كلام ابن تيمية. ثم قال اسمعني، قال ابن تيمية رحمه الله ويخرجون الغيبة في قوالب الصلاح والدين وحفظ الدين، وهم يخادعون الله بذلك كما يخادعون أهل الحق، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة. ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة في صلاة لفلان لما بلغني عنه كذا وكذا، يعني والله أنا سأدعو لفلان الله يهديه. غيبة. تصور ابن تيمية يقول هذه غيبة. تقول والله سأدعو وسيم يوسف، لا أرد وسيم يوسف، عمرو سأدعو له الله يهديه. غيبة. انظر خطورة الغيبة. نحن نريد أن نتعلم الدين، لا نريد أن نناظر في الدين. فيكفي أن دائما الضحية هو الدين. الضحية بين الدعاء الدين، بين السياسيين الدين، بين الاقتصاديين الدين. فيكفي. نريد تعليم الناس الدين. قال أيضا ابن تيمية ويقول أحدهم فلان بليد الذهن قليل الفهم. غيبة. وربما يحمله الحسد على الغيبة، فإنه ما جمع أحدهم الحسد إلا وجاءت بعدها الغيبة. فكل مغتاب حسود. احفظها مني، كل مغتاب حسود. قال ابن تيمية يقول ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التمسخر والاستهزاء ليضحك غيره ويستصغر من غيره. ومنهم من يخرج الغيبة بقالب التعجب. يا الله، هذه والله العظيم تحتاج 1000 إشارة استفهام. يقول ابن تيمية رحمه الله ومنهم من يخرج الغيبة بقالب التعجب، يقول تعجبت من فلان فعل كذا وكذا، قال غيبة. تصور، غيبة. ثم يقول وفلان كيف فعل كذا وكذا، غيبة. قال ابن تيمية ويقول أحدهم فلان كيف يقول كذا وكذا، غيبة. ومنهم من يخرج الغيبة على سبيل الاغتنام فيقول مسكين فلان لا يعلم ما جرى له. غيبة. غيبة، نعم. ويقول ومنهم من يظهر الغيبة في قالب الغضب للدين. أعيد، قال ابن تيمية ومنهم من يظهر الغيبة في قالب الغضب للدين، فيظهر في هذا الباب أشياء عظيمة من زخارف القول وحرص على الدين ودافعه الحسد. مجموع الفتاوى. هذه تحتاج أن تنقل بين الناس، هذه تحتاج فعلا أن تجمع وتنقل بين الناس.